تعالى نتكلم عن دور هندسة المساحة في حماية الزراعة والبيئة. والمجال ده ليه دور مهم في تحسين كفاءة الإنتاج الزراعي والحفاظ على البيئة في وقت واحد. ومن خلال المسح الجغرافي والGIS بنقدر نحدد كمية المية اللي بتحتاجها المزارع حسب خصائص التربة والنباتات، وده بيساهم بشكل كبير في تقليل استهلاك المية وكمان زيادة الإنتاج. وبنستخدم هندسة المساحة علشان نقدر نراقب التغيرات اللي بتحصل في الاستخدامات الأرضية، وبنحدد بيها المناطق اللي بيكون فيها إنتاجية أكتر من خلال التخطيط الزراعي. أما الGIS من خلاله بيتم توزيع الأسمدة والمبيدات بدقة، وممكن نستخدم الصور الجوية علشان نقدر نستخدم الأسمدة والمبيدات بالشكل الدقيق، وده بيكون حسب احتياج كل منطقة، وكمان بيقلل من التلوث البيئي وتكاليف الإنتاج. ومن خلال استخدام الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد بنقدر نحدد نوعية الهواء وكمان نرصد مصادر التلوث، وبكده نقدر ناخد الإجراءات اللازمة لحماية البيئة والتربة الزراعية. وهنا بنكون عرفنا أهمية هندسة المساحة في حماية البيئة.